في سنة 1975 كان المغرب يعيش لحظة فارقة في تاريخه الحديث، لحظة أسمها المسيرة الخضراء، أعظم مسيرة سلمية شهدها العالم العربي والإفريقي. القصة بدأت بعد سنوات طويلة من الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية، ورغم نضال المغاربة في كل الجبهات، كانت مدريد ترفض الاعتراف بحق المغرب في صحرائه. في تلك الأثناء، رفع المغرب القضية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، وجاء القرار واضحاً: هناك روابط تاريخية وبيعة بين القبائل الصحراوية والعرش المغربي. وهنا أطلق الملك الحسن الثاني فكرته التاريخية: غداً ستنطلق المسيرة الخضراء، غداً سنسترجع صحراءنا، سيروا بسلاحكم الإيمان وبالقرآن. في 6 نوفمبر سنة 1975 انطلقت المسيرة الخضراء من مختلف مناطق المغرب. 350 ألف مغربي ومغربية من كل الأعمار حملوا القرآن والعلم المغربي وسروا نحو الجنوب في نظام وانضباط مبهر. لم تكن هناك بنادق ولا رصاص، فقط إيمان قوي وحب للوطن ووحدة لا مثيل لها. وعندما رأى العالم هذا المشهد المهيب، انبهرت الدول والمنظمات الدولية، واضطرت إسبانيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليتم توقيع اتفاقية مدريد، ويعلن عن استرجاع المغرب لصحرائه. وهكذا دخلت المسيرة الخضراء التاريخ من أوسع أبوابه، كرمز للسلم والوحدة والإصرار على الحق. ومنذ ذلك اليوم أصبح 6 نوفمبر عيداً وطنياً يحتفل به كل المغاربة، ذكرى لمسيرة أضاءت طريق الحرية، وأثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من المستعمرين.